السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا ما عملتش حلويات خالص من اول رمضان، بالفعل فعلا حتى ما عملتش في البيت يعني. هنبتدي ان شاء الله من النهارده بقى نعمل الحلويات مع بعض. فانا هبتدي بالسيرب، والسيرب ده انا هقول لكم هيستخدم في ايه في اخر الفيديو. المهم ان نوع السيرب ده بيكون بارد وتقيل. هقول لكم في اخر الفيديو الانواع اللي انتوا هتستخدموها ليه. اعملي لايك للفيديو واشتركي لو انت مش مشتركة، ويلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. هنستخدم كيلو من السكر. طبعا انا استخدمت اي سكر متوفر عندك، ممكن سكر تموين، ممكن سكر عادي، مش هتفرق خالص. تمام. المهم ان انت تلتزمي بالطريقه اللي انا هعملها معاكي دلوقتي، عشان ما تشتكيش ان السكر بلور منك او سكر منك. تمام. على كل كيلو من السكر هنستخدم نص كيلو من الميه، وهستخدم كمان 300 جرام من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز مهم جدا جدا في الوصفه اللي انا بقول لكم عليها دي، اللي هي بتاعه العسل. في ناس بتعملها من غير عسل الجلوكوز، بس ما بيكونش يعطيكي لا التقل ولا القوام اللي احنا عايزين نوصله بالظبط، فلازم ضروري جدا تستخدمي عسل الجلوكوز. طبعا اول حاجه بتعمليها بترفعي كل المكونات اللي احنا عملناها دي مع بعض على النار. هتبتدي تقلبي، مش هتبطلي تقليب خالص ولا هتبعدي عن الحله. هتبتدي تقلبي لغايه ما السكر بتاعك يغلي بالشكل ده. برضو مش هتبطلي تقليب، هتفضلي برضو تقلبي كل ده على نار عاليه. مع الاستمرار في الغليان، يعني من اول ما بيبدأ يغلي بتسيبيه حوالي بس 5 دقايق يغلي او 10 دقايق على نار وسط او اقل من الوسط مع التقليب المستمر. وبعد كده نزلت عليه زي ما انتم شايفين كده بطرف المعلقة الصغيرة جدا جدا من ملح الليمون، او تقدري تقولي ذرة كده من ملح الليمون، يعني حاجة بسيطة جدا. بديل ملح الليمون ممكن تستخدمي الليمون، ولكن انا افضل انك تستخدمي ملح الليمون، لانه فعلا من الخواص بتاعته ان هو بيمنع التبلور بتاع السكر. بصي بقى دلوقتي عدى على السكر بتاعي حوالي 15 دقيقة على النار، على نار وسط زي ما قلت لكم من بداية الغليان. هتختبريه ازاي بقى؟ هتجيبي طبق زي ما انا جايبة كده، وهتحطي بس معلقتين من العسل قبل ما تقفلي النار خالص. تمام. وبعد كده هتستني دقيقة واحدة تلفيه في الطبق كده بالراحة، وهتبتدي تشوفي العسل بتاعك بدأ يجمد ولا لا. هتلاقيه عاطي قوام العسل الابيض بالظبط. بصي شكله بقى عامل ازاي في صباعي. يعني انا بوريكم دلوقتي عشان تعرفي القوام بتاعه بالظبط بيكون عامل ازاي. حتى لو جيتي يعني دوقتي طعمه كده، هتلاقيه فعلا طعم العسل الابيض بالظبط بالظبط، مش هتفرقيه عنه. المهم العسل ده بيستخدم لايه؟ للهريسه والبسيمه وكل انواع المقليات، ديسكات الكنافه والجلاش والبقلاوه وكبات الكنافه والهريسه. يعني في انواع كتير جدا من الحلويات بنستخدم فيها العسل اللي هو التقيل. عايزه اقولك ان هو بعد ما بيبرد بيتقل شويه كمان، بياخد قوام تقيل شويه. تمام. بس ما بيتبلورش لو مشيتي على كل الخطوات اللي انا قلتلك عليها. وما تحطوش في التلاجة، اقفلي البرطمان وسيبيه بره التلاجة، استخدمي منه. ممتاز جدا جدا جدا. كل اللي هتعمليه لما الحاجة بتاعتك بتخرج من الفرن، فبتبتدي تسقيها اول ما بتخرج من الفرن وهي دافية. ليه؟ لانه بيكون تقيل، فلازم يكون الحاجة اللي انت بتخرجيها من الفرن وهي سخنة تتسقى بالسيرب ده. وطبعا بتنزلي عليها بخيط رفيع، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هقولك على الطريقه الصح اللي تسقي بيها برضو الحلويات، لان احنا هنعمل مع بعض حلويات كتيره ومتميزه جدا بدايه من الفيديوهات اللي جايه. اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، واستنوني في الفيديو الجاي، ومع السلامه.